من المحافظات بتبلش الحكاية، وبحلب بتجتمع الخشبات. أعلن افتتاح فعاليات مهرجان حلب المسرحي. تخيلوا معي مونديال بس مو لكرة القدم، ما فيه منتخبات بس في فرق مسرحية، ما في ملاعب بس في خشبات، في ممثلين ومخرجين وكتاب جايين من مختلف المحافظات السورية، والنهائي في حلب. ايه نعم، سوريا عم تعمل مونديال المسرحي. انطلقت العروض من كل المسارح السورية: حلب، دمشق، حمص، حماة، اللاذقية وطرطوس، إدلب، الرقة، الحسكة، ريف الشام، عروض ومنافسة، وبالنهاية الأعمال المختارة بتوصل للمرحلة المركزية من مهرجان سوريا المسرحي بحلب. طيب ليش حلب؟ هون القصة بتصير أحلى، لأني لما بيكون في عندك مدينة تحمل أكثر من 100 سنة من التاريخ المسرحي، طبيعي لما تعمل مونديال للمسرح السوري يكون النهائي عندها. حلب 1872، مسرحية بريجيت ليوسف نعمة الله جاد. سلام حجازي كان يقدم عروض مسرحية في حلب من سنة 1906. جورج أبيض وصل لسنة 1913، ويوسف وهبي وصل بفرقته لحلب سنة 1929. وبعدها كبرت الحركة المسرحية الحلبية وتشكلت الفرق والتجارب، وصارت المدينة جزء أساسي من تاريخ الخشبة السورية. يعني المسرح بحلب مو قصة جديدة، المسرح بحلب ذاكرة مدينة، أجيال طلعت على الخشبة وأجيال قعدت قدامها وصفقت. ومشان هيك سوريا عم تجتمع اليوم مسرحيا بحلب. نحن مو بس عم نستضيف مهرجان، نحن عم نرجع المسرح على مدينة بتعرفه وبيعرفها. بس بالنسبة إلي الأهم من اختيار حلب هو طريقة بناء المهرجان نفسها. وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى كان ممكن إنه يعملوا أسهل شيء: مهرجان مركزي، كم عرض، افتتاح، جوائز، وبعدين صور جماعية، وبكون سكرنا هالستارة. بس الفكرة هالمرة كانت مختلفة، بتحسها كأنه رسالة عم بتقولك لا تستنوا المسرح يجي لعندكم، روحوا انتوا لعنده. المهرجان فتل على المحافظات، صار في عروض ومنافسة ولقاءات مع المسرحيين، وصار في محاولة حقيقية لاكتشاف الطاقات الموجودة. بعدين تم جمع التجارب المختارة بالمرحلة المركزية بحلب. وهون برأيي الفرق، لأن الثقافة مو بس انك تجيب انت اسماء معروفة وتعمل مهرجان، الثقافة انك تكتشف اسم لسه ما حدا بيعرف، ممثل شاب، مخرج جديد، كاتب عنده نص، فرقة موجودة بمحافظة ولسه ما أخذت فرصتها. هون الدولة قالت نحن اللي منروح لعند الموهبة، وما خلت الموهبة إنه هي طول عمرها ترقد وراء الدولة. وهذا بالضبط الدور يلي عم تلعبه وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى. مو بس إدارة مسارح، صناعة حركة مسرحية سورية. واللافت إنه حلب ما كانت ناطرة هذا المهرجان من الأساس لحتى تتحرك. خلال الفترة الماضية كان بالمدينة عروض ومهرجانات، ورش أعداد ممثل، مهرجانات مونودراما، ومسارح شعبية. يعني في حركة مسرحية عم تنبنى، والمهرجان اليوم جاي ياخذ هالحركة لمستوى أكبر. وهون لازم نعطي الحق لأصحابه، وزارة الثقافة، مديرية المسارح والموسيقى والمسرح السوري بحلب، حتى إدارة المهرجان. ويلي عم بيصير بالنهاية مو شغل شخص واحد، هذا شغل منظومة وفريق كامل. وحقيقة أنا شفت جزء من هذا الشغل بعيني، شفت كيف ممكن مدير المهرجان إنه يبقى لساعات كتير متأخرة بالليل، طبعا هذا الحكي بمكتبه وعم بيتابع التفاصيل، حتى ممكن إنه يوصل فيه الشغل والشغف وحب هذا المكان لأنه ينام بمكتبه. وبنفس الوقت في مديرية مسارح عم بتتابع، مديرية ثقافة بحلب عم تشتغل، ووزارة ثقافة واقفة خلف مشروع كامل وعم يتحرك بين المحافظات. لهيك بالنسبة لي أنا القصة مو قصة مديح اسم، القصة هي بكل بساطة مديح عقلية شغل، لأنه هي بالضبط العقلية يلي بدنا إياها تكون موجودة بكل مفصل من مفاصل الدولة. مسؤول ما يعتبر منصبه كرسي دوام، يعتبره مسؤولية ومشروع لازم ينجح، مو موظف عم يطلع على الساعة قديش باقي لدوامي بيخلص. بدنا مسؤول يطلع على المشروع ويقول قديش ضلنا نخلص. لما بيكون في وزارة ومديريات وإدارة مهرجان وفريق متكامل عم يشتغل بهي العقلية، هون نحن ما عم نحكي عن بناء مهرجان وبس، نحن عم نحكي عن بناء مؤسسة. وهون بتصير قصة مهرجان سوريا المسرحي أكبر من مسرح وأضواء وجوائز، لأنه بلد عاش كل اللي عاشه اليوم عم بيرجع يجمع شبابه على خشبة مسرح، وعم بيقول للممثل والمخرج والكاتب السوري مكانك موجود وفرصتك لازم تكون موجودة. وإذا استمرت هي التجربة وصار بكل سنة في حركة بالمحافظات، منافسة وورشات ومواهب جديدة، وجمهور يرجع يقعد قدام الخشبة، وقتها ما بيكون نحن عم نحكي عن مهرجان بأسبوع وبيخلص، نحن عم نحكي عن إعادة بناء المسرح السوري. وطبعا مو غريب إنه تكون محطة الكبرى
بحلب، لأن المدينة اللي استقبلت يوسف نعمة الله جاب من أكثر من قرن اليوم لسه بتفتح ستارتها لجيل جديد تستحق أنها تجمع سوريا على خشبتها. من المحافظات بتبلش الحكاية، وبحلب بتجتمع الخشبات، بس الفائز الحقيقي بالنهاية مو حلب ولا دمشق ولا أي محافظة، لأنه بكل بساطة إذا نجحت هي التجربة واستمرت الفائز بيكون المسرح السوري كله. أهلا بكم بمونديال المسرح السوري، وأهلا بكل مسرحيين سوريا في حلب.